Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén bien y que tengas un buen y lindo día. Hoy en este video vamos a hablar acerca de 3 verbos confusos en el inglés. Hello and welcome everyone, and I hope that you all are having a good time. And today in this video we are going to talk about 3 confusing verbs in English. اهلا بكم ومرحبا، واتمنى ان انتم جميعا تكونوا بتحصلوا على يوم سعيد. النهارده ان شاء الله باذن الله هنتكلم عن 3 افعال بتلخبط جدا في اللغه الانجليزيه، وهم lie ولي. ال3 افعال دول فعلا ناس كتير بتلخبط بينهم، لان فعلا هم ميكسد في حاجات كتير مشتركه بينهم. فالنهارده ان شاء الله باذن الله هنحاول نفككهم من بعض، ناخد معانيهم، تصريفاتهم واستخداماتهم. اول فعل معايا اسمه lie بمعنى يكذب، وده فعل منتظم، يعني بضيف له اي دي او بضيف له دي بس لان هو بينتهي بالاي، فبيطلع معايا الباست فورم والثيرد فورم بتاعته. فده تصريفه بيكون lie lied وده فعل بمعنى يكذب. يعني مثلا ممكن اقول he lies to me، هو بيكذب عليا، او ممكن اقول he lied to me، هو كذب عليا. الفعل الثاني اسمه lie، نفس السبيلنج ونفس البرونسيشن بتاع الفعل الاولاني lie، لكن ده فعل مختلف تماما بمعنى يستلقي، وده فعل غير منتظم او irregular، فبالتالي ليه تصريفات لازم احفظها، وهو lie lay ولين. lie lay لين، وده زي ما قلنا بمعنى يستلقي. يعني مثلا ممكن اقول I'll lie on the bed for a while، انا هستلقي على السرير شويه، او ممكن اقول he lay on the sofa، هو استلقى على الكنبه. فده فعل مختلف تماما عن lie اللي هو يكذب. التالت معانا اسمه lay، وده معناه يضع، يعني حد بيحط حاجه، وده فعل غير منتظم، التصريفات بتاعته بتبقى lay laid laid، وده زي ما قلنا بمعنى يضع. اللي بيلخبط شويه ان الفيرست فورم بتاعت الفعل ده شبه السكند فورم بتاعت lie اللي هو يستلقي، لكن زي ما قلنا ده فعل مختلف بمعنى يضع. ده ممكن استخدمه ازاي؟ ده ممكن مثلا اقول the chicken lays eggs، الفرخه بتضع بيض، the chicken lays eggs. او ممكن اقول she laid the blanket on the ground، she laid the blanket on the ground، يعني هي حطت الملاية على الارض. او ممكن مثلا استخدمه كفعل امر، مثلا فاقول لحد lay your hands on the table، lay your hands on the table، يعني حط ايديك على الترابيزه. الثلاث افعال دول فيهم فعلين بيشتركوا في الفيرست فورم اللي هي lie ولاي، واحد بمعنى يكذب وواحد بمعنى يستلقي، وفيهم 2 بيشتركوا في الفيرست فورم والسكند فورم اللي هو lay الماضي بتاع lie يعني استلقى في الماضي، ولي اللي هي يضع في المضارع. اتمنى الفيديو ده كان مفيد بالنسبه لكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية على خير. ان شاء الله في الفيديو اللي جاي نحاول نعرف الفرق بين found وفاوند وفند وفند. ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية على خير. hasta luego، زي جين، see you.